أهلا بيكم. دايما بنتعامل مع نهاية العلاقات على إنها فشل أو كسرة قلب. بنقعد نعيط ونندم ونقول ليه فلان مشي وليه فلانة اتغيرت. بس الحقيقة اللي لازم نعرفها إن في ناس رحيلهم عن حياتنا هو أكبر هدية ربنا بيعملها لنا. في علاقات بتبقى عاملة زي الحمل التقيل اللي شددنا للأرض ومنعنا إن احنا نتقدم. النهاردة هنعرف مين الخمس شخصيات اللي لو علاقتك بيهم انتهت لازم تحمد ربنا سبحانه وتعالى وتشكره إنه خلصك منهم. الفيديو ده هيريح قلبك جدا. الشخصية الأولى هي مصاص الطاقة اللي دايما بيشتكي ويبكي. ده الشخص اللي ما بيشوفش في الدنيا غير السواد. لو الدنيا حر يشتكي ولو الدنيا برد يشتكي. وجوده معاك بيسحب كل طاقتك الإيجابية وبيخليك دايما شايل هموم مش همومك. الشخص ده لما بيمشي انت بتحس ان الهوا بقى خفيف ونقي وانك بقيت أخف. رحيله مش خسارة، ده تنظيف لرئتك النفسية. الشخصية التانية المحبط اللي بيقلل من شأنك دايما ويحبطك. ده الشخص اللي دايما يرمي كلمة سم البدن تحت قناع أنا خايف عليك أو أنا بنصحك. أي حلم تقوله يهد فيه، أي نجاح تعمله يقلل منه. وجوده في حياتك بيحسسك إنك قليل وإنك ما تستاهلش. الشخص ده لما بيبعد ثقتك في نفسك بترجع تنور من تاني. احمد ربنا لو مشي، لأنك من غيره هتوصل لأبعد مما كنت تتخيل. الشخصية التالتة المتلاعب بالذنب اللي بيحسسك دايما إنك غلطان. ده أخطر نوع، اللي بيعرف يقلب الترابيزة ويخليك تعتذر وإنت المظلوم. بيعيش دور الضحية عشان يخليك دايما تحت السيطرة. العلاقة معاه بتكون استنزاف عصبي ملوش نهاية. لما علاقتك بالشخص ده بتنتهي انت مش بتخسر حد، انت بتكسب عقلك وهدوءك النفسي. خروجه من حياتك هو وراء روحك من سجن الذنب. الشخصية الرابعة صديق المصلحة اللي بيختفي وقت الضيق، اللي موجود بس لما يكون محتاج، وأول ما أنت تحتاج الموبايل يتقفل والأعذار تبدأ. الشخص ده حمل كاذب، وجوده بيديك إحساس وهمي بالونس، لكن في الحقيقة أنت لوحدك. لما بيمشي ربنا سبحانه وتعالى بيفضي مكان لصاحب جدع بجد يسندك وقت الشدة. احمد ربنا إنه كشفه ليك بدري. الشخصية الخامسة الغيور المستخبي اللي مش بيفرح لك أبدا. في ناس بتبقى معانا بس قلوبها مش صافية. لو ربنا كرمك عينه تلمع بالضيق، لو وقعت يبان عليه الشماتة المغلفة بالمعلش. الشخص ده وجوده حجر في طريقك، رحيله هو ستر وحماية ليك من طاقة سلبية كانت معطلة رزقك. احمد ربنا إن ربنا شاله من طريقك. في النهاية مش كل اللي بيمشي خسارة، في ناس بتمشي عشان الخير يجي. ربنا ما بيبعدش حد عنك إلا لو كان في وجوده ضرر ليك. قولولي في التعليقات، هل في شخص مشي من حياتك وحسيت بعد فترة إنك بقيت أحسن وأهدى؟ احكوا لنا تجاربكم عشان نطمن اللي خايفين من الفراق. أنا سيلا، والخير دايما في اللي ربنا اختاره. شكرا.